السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. فيديو النهاردة هتكلم معاكم عن الرجيم في رمضان. أولا قبل ما ابتدي في نظام الرجيم أحب أوضح لكم حاجة مهمة. أنت لو ماشي على نظام رجيم وداخل عليك رمضان، اعمل حسابك أنت عشان تغيير النظام في رمضان النظام هيتغير. فالنقلة ديت هتكون صعبة عليك يمكن في الأول. أنا أول ما ابتديت رمضان أنا كنت داخل في نظام رجيم ورمضان دخل عليا، فالنقلة من نظام لنظام عشان النظام اتغير. في أول أسبوعين أنا عكيت في الأكل، خدت لي الأسبوعين دول لحد دوب ما اتظبطت في النظام. بعد كده التزمت بنظام الرجيم، بس برضه رجعت تاني عكيت لأن النظام رجع تاني اتغير. يعني بعد أسبوعين رمضان خلص والعيد ابتدى. فلما العيد ابتدى أنا رجعت للنظام النظام العادي، النظام الأولاني. فبرضه عشان النظام اتغير برضه رجع تاني للنظام الأول. ف... فأكيد قعدت يجي شهر كده، الشهر اللي بعد شهر رمضان دوت ألخبط في الأكل، ألخبط في الرجيم ومش عارف أظبط نفسي. ف بس الحمد لله ما استسلمتش، بالإرادة كملت لحد ما انتظمت وكملت نظام الرجيم بتاعي. فأنت برضو نفس الحكاية، أنت لو داخل عليك رمضان اعمل حسابك في الحكاية ديت، ما تستسلمش. عافر وكمل لحد ما إن شاء الله توصل لهدفك. نيجي بقى لنظام الرجيم في رمضان. النظام العادي أصلا عموما بيكون أنت في الفطار تاكل لك مثلا 3 معالق فول أو أو جبنة قريش مع نص رغيف وجنبيهم سلطة، أو مثلا بيضتين مسلوقين، أو كوباية مثلا شاي بلبن، معلقة سكر ومعاهم مثلا حتة يا ربي كيكة أو حاجة كدهوت، حاجة بسيطة، بقسماط مثلا. وفي الغداء ب3 معالق رز و3 معالق طبيخ وربع فرخة أو لحمة أو سمك، أو بدل الرز تاخد نص رغيف. في نظام الرجيم بقى في رمضان النظام هيتعدل شوية. هيبقى مثلا إن أنت مش هتفطر الصبح، مش هيكون 3 وجبات، هيكون وجبتين. فهيكون مثلا الفطار بتاعك كده هو هيكون المغرب، هيكون زي الغدا، 3 معالق رز و3 معالق طبيخ وربع فرخة أو حتة لحمة أو سمك أو سمكة، أو بدل الرز نص رغيف. هو ده يكون الفطار بتاعك. وفي السحور يبقى 3 معالق فول ونص رغيف، أو مثلا حتة جبنة لايت أو جبنة قريش ومعاه نص رغيف وجنبيهم السلطة. السلطة دي أساسي، مفيش أي نظام رجيم يستغنى عن السلطة. لازم تلتزم بالسلطة، والسلطة تحطها في جميع الوجبات. طب ونيجي بقى لنظام الرياضة. أنا عملت فيديو قبل كده بتكلم في الموضوع دوت، واتكلمت في موضوع نظام الرياضة، بس هتكلم فيه تاني عشان للتوضيح والتأكيد. في نظام الرياضة أنا في الأول رمضان أنا يمكن دي غلطة أنا ارتكبتها، إن أنا قلت أخلي الرياضة بعد الفطار، مرة واحدة في اليوم بعد الفطار، وده غلط. أنا الأول قبل رمضان كنت بعمل رياضة 3 مرات في اليوم. ساعة بتمشى في الشارع لمدة ساعة كده تقريبا. والحمد لله ده 3 أيام 3 مرات في اليوم لحد الحمد لله ما خسيت. لما جه رمضان غيرت النظام ما نفعش معايا، فرحت فاكتشفت إن هو نفع معايا في رمضان. إن أنا كنت بتمشى برضه 3 مرات في اليوم، بس بدل ما كنت بتمشى ساعة بتمشى تقريبا نص ساعة، ربع ساعة رايح وربع ساعة جاي وأنا صايم. في الصبح يعني مثلا كنت بطلع على الساعة 11 أتمشى وأرجع 11 ونص، أرجع على الساعة 12 ونص، مثلا على الساعة 4
أرجع أمشي مثلا الساعة 4 وأرجع على 4:30. وقبل الفطار كان بيكون الساعة 6، بمشي الساعة 5 وبرجع على 5:30. يا دوب الفطار بيبقى فاضل له نص ساعة، أحضر الأكل أسخنه، وبعد ما أحضر الأكل يكون في المغرب بتبدأ وأفطر. حتى كمان ساعات كنت بطلع بعد الفطار، كانت على الساعة مثلا الساعة 7، بطلع على الساعة 7 وأرجع على 7:30. على حال زي ما أنا عاوز، زي ما أنا قادر. لو لقيت نفسي بعد الفطار قادر إن أنا أخرج بعدها أعملها. ما الرياضة مش هتأثر. الرياضة بالعكس، أنت كل ما تمارس رياضة أكتر كل ده ما هيفيدك. وشكرا ليكم للمشاهدة. وده كان فيديو النهاردة. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك. ويا ريت لو عندكم أي سؤال بخصوص الرجيم وبخصوص تجربتي يا ريت تحطوه في التعليقات. وعاوز أقول حاجة، أنا مش دكتور أو خبير تغذية، دي تجربتي الشخصية. أنا كنت 190 كيلو وخسيت الحمد لله، ودلوقتي بقيت 95 الحمد لله، مكمل ل80. فحبيت أشارك تجربتي. فكل اللي أنا بقوله دوت من تجربتي الشخصية. ممكن أنا مش دكتور، أنا بتكلم من خلال تجربتي واللي أنا مريت بيه. شكرا لكم، مع السلامة.